تخيل معايا واحد العالم فين الناس الأقوياء ما كيكشفوش النوايا ديالهم، فين كل خطوة محسوبة بحال شي فيلم، وفين الدور بالضعف كيولي قوة. مرحبا بكم في العالم السري والاستراتيجي ديال 48 قانون للقوة. اليوم غادي نكشفوا التكتيكات المريقلة ديال القانون 21. دير راسك مكلخ باش تصيد واحد مكلخ. خليك معايا حيت هاد الطريقة تقدر تغير الاستراتيجية اللي كتواجه بها العالم والناس. سير على الله، مشينا. السلام عليكم، انا نجيب. الا كنتي اول مره كتشوفني مرحبا بك في القناه ديالي نجيب ستوري تايم. فكره القناه نقرا كتوبه نعاودهم لك بالدارجه بالتفاصيل وناخذوا امثله من الواقع ديالنا. الا عجبتك الفكره اشترك معايا، دعمني، خلي لي شي لايك. واجدين باش تعلموا كيفاش تبردوا الخصم ديالكم وتاخذوا لافونتاج؟ يلا نبداو. قبل ما نبدا نخليك فكر في شي موقف فين شي واحد استهنتي به وطلع ما سويهلش. قلتي انه ما كيعرف والو، ولكن في الاخر بان لك انه محكم في لا سيتوياسيون كامل. انا بعدا شحال من مره شفت ناس صدموني بهاد الاستراتيجيه، كانوا كيبانوا لي مطنقين ولكن طلعت انا هو اللي مطنق. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ هاد القانون ماشي غير ديال الخداع، ولكن كيهضر على واحد الفن ديال انك تبان بوجه مختلف، تبان بواحد الصورة اللي ماشي ديالك انت في الحقيقة، تمثل شوية. غادي نشرحوا كيفاش تقدر تطبق هذا القانون في الحياة ديالك اليومية باش تربح في المفاوضات، العلاقات، وتحاول تكون ديما في الواجهة. دابا من بعد ما فهمنا الفكرة العامة ديال القانون 21، خلينا دابا ندخلوا في التفاصيل مزيان ونشوفوا كيفاش نطبقوه. هذا القانون كيرتكز على 3 ديال التقنيات. اول حاجه الاستماع الفعال، تكون كتحل ودنك مزيان. ثاني حاجه الاسئله البسيطه ديال نيت هذاك المكلخ. ثالث حاجه هي التواضع ديال شي واحد باغي يتعلم. اول تقنيه هي قلنا الاستماع الفعال، فين تكون كتهضر مع شي واحد حاول تسمع بزاف وتهضر شويه. هاد الطريقه كتخلي الناس يعتقدوا انك ما كتفهمش بزاف، وفي نفس الوقت كتاخذ انت بزاف ديال المعلومات على داك الشخص الاخر ولا على ديك الشركه ولا اي واحد كتهضر معاه. ثاني حاجه قلنا هي الاسئله البسيطه. انت منين كتبدا تسول اسئله بسيطه ولا ديفو كاع باليده مزيان، هذاك هو الهدف. كتعطي انطباع انك مطينك شويه وانك ما كتعرفش معلومات بزاف، ولكن انت في الحقيقه كتجمع المعلومات اللي كتخدم للصالح ديالك. ثالث حاجه قلنا هي التواضع المصطنع. كون متواضع، فهمتي، بحال شي واحد اللي ما تايقش في راسو. هاد الطريقه كيعتقد بها الخصم انه عنده افونتاج عليك، انه احسن منك. ماشي مشكل، خليه يعتقدها، كيف في الاخر انت اللي غادي تربح. دابا ما عرفتش واش فهمتوا مزيان القانون ولا لا. مهم غناخذوا امثله تطبيقيه باش نزيدوا نفهموا. الفيلسوف سقراط كان معروف بالتواضع والحكمه ديالو. واحد النهار جا عنده واحد من السفسطائيين، واحد الناس هما ابو العريف، كيعتقدوا راسهم انهم كيفهموا في كل شيء، وبغى يتبومبا على سقراط جالس تحت واحد الشجره وحال ودني. شوف سقراط، غنشرح لك الكون كيفاش خدام وغتفهمني، غادي تدريني. حل معايا ودك مزيان، الله يخليك فهمني، انا راه ما كنفهم والو في هادشي ديال الاكوان وهادشي راه كيدوخني. الوقيته اللي كان الاخر تيدوي وتيبلبل، سقراط كان كيطرح عليه واحد الاسئله بسيطه بحال شي تلميذ مع الاستاذ ديالو. وشنو هو اصل الكون؟ هو وزعما متاكد ان اللعيبه صحيحه؟ زعما اسمح لي نقول لك، واش ما يمكنش زعما يكون شي تفسير اخر لهاد القضيه هذه؟ بحال لا ما كيفهم والو، وهو في الحقيقه راه كيجمع معلومات وكيبين لذاك الاخر انه كيدخل ويخرج في الهضره. ناخذ واحد المثال اخر هذا بلو براتيك. في واحد السوق كان واحد التاجر ذكي. واحد المره جا عنده واحد السيد لاباس عليه، بغى يشري عنده خويت مات وسنيت له،
وسنيسلات ديال الذهب. المهم يتهلا في المدام قال ليه وريني نشوف هاد السلعه اللي عندك وشوف بلا ما تحاول تقول بني انا راه كنفهم مزيان في الذهب. اسيدي انا راه غير بائع على قد الحال بسيط وحاشا واش نكون كنفهم بحال سيادتكم. الا قدرتي انت تعاوني نشوف هاد السلعه ديالي شحال كتسوى. داك اللي كيشري بدا كيدير فيها فاهم وكيعطيه معلومات في الذهب. التاجر كيتمعان وكيسمع وكيسول كيما قلنا اسئله بسيطه ودير فيها بوجادي ومتواضع كيما قلنا. شنو الفرق سيدي بين هادي وهادي وكيفاش نقدر نتاكد انها ما مزوراش باش نعرفها انها ما مزوراش؟ هادي باش كتعرفها. واحد السؤال اخر الله يجازيك بخير، واش كيفاش نعرف الفرق ما بين الذهب هذا واش رخيص ولا هذا الغالي؟ الا كان عادي ولا كان غالي راه ما كنعرفش سيدي. في الاخر بقى غادي معاه بحال هكا. في الاخر داك الشاري حس بثقه زايده وحس براسو انه هو اللي كيعلمو وشرا داك الشيء بثمن زايد نورمالمون على باش كان ناوي يبيعو. داك التاجر حس براسو انه قولبو، ولكن في الواقع راه التاجر اللي كان عارف اش كاين، عارف القيمه الحقيقيه ديال داك الشيء وبين راسو بوجادي وضرب لافير. حاط مثلا ما كان يبيع لي داك الشيء هو ناوي يبيعو بواحد 5000 درهم، الاخر طلع على راس السوق بوحدو وشراه ب 7000 درهم. شفنا دابا سقراط والتاجر الذكي كيفاش استعملوا القانون 21 باش يحققوا الهدف ديالهم. تظاهر بالجهل يقدر يكون احسن اسلوب باش تحقق النصر. عقل مزيان، المظاهر خداعه، لي زابارونس اون ترومبوز، والى استخدمتيها بحذر وذكاء تقدر توصل للهدف ديالك. دابا نشوفوا حج امثله في الحياه ديالنا اليوميه كيفاش نطبقوا القانون 21. مثلا كدير مقابله ديال الخدمه اونتروتيان دومبوش، كدير واحد لونتروتيان وحاس ان هذاك اللي كيدوز لك خايف من شي مرشح يكون مجهد وياخذ ليه بلاصتو. شنو غدير؟ غتسول اسئله بسيطه ودير راسك مطينق وتواضع وداكشي. بحال غتسولو مثلا واش يمكن لك عافاك تشرح لي مع الناس اللي كيدخلوا جداد ومازالين ما مندمجينش كيفاش كتعاملوا معاهم، كيفاش الشركه كتعامل مع الفشل والاخطاء ديال الموظفين، واش طوليرون واش ما كيتساهلوش وهذا ما راك عارف في الاول يلاه كيكون بنادم بادي وباقي ما عارفش مزيان. شنو هي النصائح اللي تقدر تعطي شي شاب بحالي اللي باغي يتعلم ويخدم في هذا الدور؟ هذا الشيء كيخليك تبان متحمس وميم طون كتاخذ معلومات على الشركه اللي غادي تخدم فيها كيفاش كيتعامل. شوفوا مثال اخر، مثلا في مواقف اجتماعيه، جا في واحد الحفله والناس جالسين تيهضروا على البزنس، مثلا تيهضروا على الاستيراد ديال السلع وانت باغي تعرف في هذا المجال هذا. دابا غالبيه ديالنا صراحه منني انا وجمد كنلقاو راسنا كنبقاو ندخلوا في شي جدالات وما كنعرفوش مزيان في هذاك الموضوع. ما فيناش هذيك القاعده ديال السمع، استماع الفعال، سمع اكثر ما تهضر. المهم كملوا، سول اسئله بسيطه باش تعلم. انا ما عارف والو في هذا المجال هذا، شنو هي الخطوات الاولى السهله اللي تنصحوني بها؟ كيفاش ندير مثلا نتواصل مع موردين في الصين اولا شي بلد اخر؟ كيفاش ندير نعرف الثمن ديال الديوانه ديال شي برودو؟ كيفاش نقدر نجيب شي ايشونتيون وندير به دراسه للسوق؟ مادام ما عندكش تجربه في شي مجال غير اسمع وسول بحال شي بوجادي، ما فيها حتى شي مشكل. هاد الاسئله كتخلي الناس يحسوا براسهم انهم مهمين وكيبغيو يشاركوا المعرفه ديالهم معك، كيبغيو يبانوا فيها اساسيين. ماشي مشكل. وصلنا لنهايه الحلقه، شفنا كيفاش التظاهر بالجهل او الضعف كيقدر يكون قوه. كاين بزاف ديال الامثله اخرين ولكن ما يمكنش نطولوا في حلقه بزاف. المظاهر خداعه ولكن بالذكاء ديالك والدهاء والحكمه والصبر تقدر توظفها للصالح ديالك. القوه راه ما كتجيش من القوه الجسديه وتخرج العينين، بل كتجي من العقل. حنا عندنا العقل. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء، ديروا لايك، دعموني واشتركوا في القناه. نشوفكم في الفيديو الجاي. خليك ديما متألق. سلام.